السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال زي ما انتم متعودين بقى معايا ان شاء الله. كل السوق جايبه لكم الاسعار ومشتريات السوق النهارده. الاسعار شاده شويه، في حاجات نزلت وفي حاجات لسه، فالله المستعان. يلا ندخل بقى ونشوف ايه الاسعار تمنها ايه. زي ما انتم شايفين كده خضار، وجايبين فراخ اهو. وعشان النهارده ان شاء الله هنعمل بقى شويه محشي، وجايبه كرومب اهي. بس يلا تابعوا معايا بقى الفيديو للاخر ونشوف الاسعار كام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بصوا بقى، انا اول حاجه هبدا معاكم بيها الكرومب. الكرومب بصوا جميل جدا، بس هو غالي فعلا الايام دي. بسم الله ما شاء الله. انا الكرومبه الكبيره دي شفتوا حجمها تحفه، جايباها ب 15 جنيه. ما فصلتش ولا اي حاجه، انا جايباها كده من زي ما هي قالت لي، لان الكرومب غالي جدا جدا جدا. تمام. الكرومب اهوت حلو قوي، سعره حلوه، سعرها جميله جدا. على فكره هي كسرت مني والله بالتوك توك، هي ما كانش فيها اي حاجه. الورقه بتاعتها كبيره، شفتوا الورقه؟ انا بحب الكرومبايه اللي تكون ورقتها كبيره كده، اعرف ايه اطلع منها شويه كرومب. دي ب 15 جنيه. تمام. طبعا بقى المحشي ما يحلاش غير بفرخه لحمه بقى بطه حلوه، فجبت فراخ وانا جايه. الفراخ اهي عندنا، طبعا بريش اهي، بس انا مش راضيه اطلعها عشان هي كانت مدبوحه، لان مش عارفه اجيبها صاحيه، وانا معلقه على ميه اهيت عشان ايه هنضفها. تمام. الفراخ دي عامله كام؟ الفراخ عامله 42 جنيه الكيلو. تمام يا جماعه، الفراخ ب 42 جنيه الكيلو. تمام. سعرها نزل 2 جنيه، انا كنت جايباه السوق اللي فات ب 44 جنيه. جبنا ايه كمان؟ جبنا مع بعض بقى ايه؟ البطاطس الجديده الجميله دي قوي 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 اهي. البطاطس الجديده طلعت، اللي هي فيها طينه دي اهي، بتبقى حلوه في التحمير. جايباها بكام؟ جايباها الاتنين كيلو ب25 جنيه. البطاطس الاتنين كيلو ب25 جنيه، مفيهاش فصال خالص. تمام. هي غاليه بس حلوه. السوق اللي فات انا كنت جايباها ب10 بس كانت تحفه. هبشوف دي برضه، دي برضه حلوه، هتبقى جميله لانها دي الجديده. دايما لما تيجي تجيبي اللي هي البطاطس الجديده تجيبيها اللي فيها بوزه كده، بتبقى حلوه قوي، بتاعت شيبسي. تعرفي ان هي بتاعت شيبسي تحمير يعني. تمام. جبنا الطماطم سعرها حلو قوي النهارده. الطماطم سعرها تحفه. الطماطم عامله كام؟ الطماطم عامله 5 جنيه. سعرها حلو قوي قوي قوي، يعني السوق اللي فات كانت ب6، فهي حلوه قوي. 5 جنيه الطماطم. تمام. جبت برضو طماطم اهيت عشان المحشي، عبيتها 3 كيلو ب10 جنيه. بصوا ما فيهاش اي حاجه، اقسم بالله جميله جدا جدا. جبتها وزنه 3 كيلو ب10 جنيه عشان المحشي، ولو عوزت اعمل اي حاجه في وسط الاسبوع. تمام كده. جبنا بقى الخيار. الخيار هو اللي مجنون الايام دي، الخيار شد خالص. الخياره شفتوا حجمها قد ايه؟ بس فلاحي، ما رضيتش اجيب اللي هو التاني الصوب. تمام. الخيار ده بكام؟ الخيار ده كيلو ونص ب10 جنيه اهو. هو كبير بس حلو فلاحي، بيبقى مسكر في الاكل. تمام. هو كله كده اهو، حجمه كبير بس مسكر. تمام. تمام. جبنا ايه كمان؟ جبنا بقى الاستفندي. الاستفندي اهو حلو قوي اهو، ده عامل 5 جنيه. جبت بقى اللي هي الحلاوه برضو، اللي هي البلح، العجوه يعني. من دي على دي عجوه بلاطه اهو، على عجوه باللي هي البلح دي عامله كام؟ عامله 20 جنيه الكيلو. جبت نص كيلو. تمام. تمام. جبنا ايه بقى كمان؟ جبنا الموز. الموز ده والله هو اللي غالي شويه. الموز غالي النهارده. الموز عامل 15 جنيه، بس موز حلو، عامل 15 جنيه. انا جبت كيلو بس عشان شادد خالص بصراحه. جبت ايه كمان؟ جبت البرتقال. البرتقال ده دايما تجيب اللي هي البرتقانه الناعمه الحلوه. كل ما اروح كده على فرشه الاقي اللي هي البرتقانه الخشنه بيبيعوه ب5 جنيه. فلقيت ده كيلو ونص ب10، بس انا جبته ب6 جنيه. قلت مش مشكله، مش فرقت في جنيه، بس اجيب الحاجه الحلوه اللي تتاكل. تمام. ده عامل 6 جنيه، بيكون مسكر وبيبقى زي العسل. ده بقى اللي هي دايما تجيب البرتقانه اللي قشرتها ناعمه، مش تروحي تجيبي اللي هي الخشنه، تجيبي البرتقانه الناعمه. الاستفندي اهو برضو، جبت برضو 2 كيلو كمان، عشان ايه؟ التاني ده كان كيلو، جبت 2 كيلو ب5 برضو، يعني كده جبت 3 كيلو استفندي عشان الاولاد بيحبوا الاستفندي. تمام. طبعا الكرومبه دي محتاجه خضره، انا عندي خضره في التلاجة فانا ما جبتش. جبنا ايه كمان؟ جبنا بقى اللي هي الحلاوه، اللي هي دي العيال بيحبوها في سندوتشات. جبت نص كيلو ب24 جنيه، لا ب22 جنيه ونص. تمام. اهي دي ب22 جنيه ونص، نص كيلو. كيلو ب45 جنيه.
الحلاوه اللي هي الناعمه اللي هي الشوكولاته دي، شوكولاته على ساده كده بتبقى ميكس. تمام. طبعا مش بسيبها في الكيس، لا بحبها بقى احطها في علبه، هي والعجوه. العجوه برضو بحطها في علب واحطها كده ايه على التلاجة للي عايز بقى في اي وقت. تمام. جبنا ايه كمان؟ جبنا بقى ربطه الخس. انا اول مره اجيب خس السنه دي انا متاخره، بس اعمل ايه؟ لانه برضو مش كتير قوي لسه. يعني انا كل مره اروح السوق متاخر ما بلحقش الخاص. هو طالع من زمان على فكره، بس دي اول مره اجيبه. الربطه دي عامله 5 جنيه، دي فيها 3 خاصيات اهو ب5 جنيه. حلوين يعني، الحمد لله سعرهم معقول. بس دي بقى كانت المشتريات. انا بقى عندي في التلاجة والله العظيم فلفل، وعندي بتنجان، وكنت جايبه كاكا عندي زي ما هي. كنت شارياه من سوق الاربع جنبنا، في سوق اسمه سوق الاربع بلد جنبنا كده. كل سوق اربع بيبقى السوق بتاعها. فانا كنت جايبه من عندهم كاكا بصراحه، لسه عندي زي ما هي. وعندنا بلح اصفر، فالبلح انا ملحقتوش برضو النهارده. كان في بلح اسمر في السوق عامل 10 جنيه و12 جنيه، بس انا ما لحقتش بصراحه، كان خلص. اللي انا بجيب منه كان خلص. والعنب ما جبتش، مفيش غير العنب اللي هو الكبير. وانا عندي الاولاد اقسم بالله ما بيرضوا ياكلوه، فانا ما رضيتش اجيب حاجه والاولاد مش هيرضوا ياكلوه. ولا الاولاد ولا جوزي برضو بيحب اللي هو العنب الكبيره. تمام. احنا بقى ايه هننضف بقى الفرخه مع بعض. طب بقى معايا الفيديو. انا كده المشتريات بتاعتي بتاعت السوق ده على قد طلباتي. جبت الحاجه اللي هتمشي بيها طول الاسبوع. تمام. الفرخه اهيت وانا معلقه على ميه، ويلا بقى ندخل ونشوف ايه هننضفها ازاي. تابعوا معايا الفيديو. بصوا كده يا حبايبي، بصوا دي ميه اهيت انا غلياها، ومعانا الفرخه اهي. انا بس عشان ماسكه التليفون بايديا. الميه طبعا مغليه اهي. الفرخه ما شاء الله، عايزه تبقي تشطفيها تشطفيها، مش عايزه خلاص انا بحطها كده على طول اهي. تحطها كده سكينه او اي حاجه بقى كده، تحاولي ايه تشربها كلها ميه كده من المغليه. طبعا الحله دي صغيره، انا على فكره مخصصه الحله دي كده لما اكون جايبه فرخه او اي حاجه على قدها. انما اما بيكون بقى في كميه بعمل في بستليه كبيره عندي، اللي هو السخان الكبير بتاع اللي هو الالومنيا، ببقى اعمل فيه. تمام. بس عشان دي فرخه واحده فبعمل على قدها كده. فهشربها كلها وتابعوني. بصوا انا طلعتها اهوت وشطفتها بميه بارده برده من الحنفيه. بصوا مفيش اسهل من كده. تيجي تنضفي كده بحيث ان كله يطلع. شفتوا؟ انا طبعا مش عارفه اتحكم عشان ماسكه التليفون بايدي. تمام. انما انتي هتمسكها بقى ماسكه حلوه وهتعرفي تتحكمي فيها. تمام. انما انا ايه بوريلكوا كده بس عشان التصوير وكده. شفتوا؟ مفيش اسهل من كده. امسكها كده تفريكي، مش تشدي كده، لا تمسكي كده اهي. تنضفي الحاجه كده مره واحده. تمام. عشان ما تعيديش عليها تاني اهي. شفتوا؟ تمسكي كده اهي. فراخ جميله جدا، بتبقى حلوه بصراحه اهي. تمسكي كده. انا بصراحه مش عارفه عشان مش قادره اتحكم انا عشان ماسكه التليفون بايدي التانية. انا لو على الستاند كنت بقى ايه مسكتها في ثانيه. الفراخ في ثانيه، في منت بتتنضف. شفتوا اهي. طبعا بقى انضفها كلها وهوريكم بعد التنظيف انا نضفتها ازاي. بس عشان انا بشوف ناس بيقعدوا يعملوا كده كده كده، لا ده انت تعملها كده كده تطلعي كل حاجه اهي. تمسكها كده. تمام. يلا هننضفها بقى اوريلكم بعد التنظيف. بصوا كده بقى يا بنات، دلوقتي اهي بعد ما اتنضفت طبعا ما بنفتحهاش غير لما بنغسلها كويس ونشيل كل الريش. طبعا بتجيبي بقى السكينه من هنا، بس انا عشان ايه في عارفه في ناس قلوبها ضعيفه فعشان ما يتقرفوش طبعا بتفتحها من هنا اهي تحت العظميه دي كده فتحه ايه اهي. يعني انا اهي كده حاجه بسيطه اهي. شفتوا كده؟ تمام. وبتطلعي بقى منها كل بقى الايه المصارين بتاعتها اهي. تمام.
تمام. انا بقى ايه، عشان انا عارفه في قلوب ضعيفه دلوقتي، فانا هنضفها ونشيلها واوريها لكم. بصوا كده بقى يا حبايبي، دلوقتي بعد ما خلاص شنتفتها كده ونضفتها وخليتها بصوا بافته بيضه، والمقصه بتاعتها اهيت تمام. ودي بقى الكبده والرجول انا بحبها بصراحه، نضفتها برضو اهي، الميه زي الفل اهي. نعمل ايه، جبنا بقى ليمونه حلوه كده قسمناها اهي، نعصر بقى اهي من جوه كمان، يعني جوه بقى ومن بره، وندعك بقى كده كده كده. انا كمان بدعك ليمون لما باجي ايه اطبخها بصراحه، لان انا بقسمها مش بخليها كده، ما بطبخهاش بحالها يا جماعه، انا بقسمها. انا عملت فيديوهات قبل كده كتير تمام، وانا بطبخ الفراخ. لو عايزين بقى تراجعوا الفيديوهات تاني ممكن احط لكم اللينكات في اول تعليق. بصوا ما بكترش خل، ما تكتريش خل في الفراخ، يعني معلقه كده بس، بلاش خل. الخل بيدوبها اكتر، والفراخ اصلا مش مستحمله. حابه بقى تحطي انتي قشر استفندي تمام، قشر برتقان عادي، حبه ملح، حبه دقيق، اللي انت عايزاه. انا كمان هحط لهم حبه ملح، هحط حبه ملح بس كده بقى، واسيبها شويه لما اخلص بقى اللي ورايا يكون هي اتنقعت شويه، وتطلع طبعا الزفاره اللي فيها. بس ده كان بقى الفيديو بتاعنا عشان ما يطولش اكتر من كده. ده الفيديو بتاعنا كان النهارده. يا رب الفيديو كده يكون نال على اعجابكم. الاسعار بتاعه السوق تكون يعني الى حد ما كويسه، ننزل نشتري على قد احتياجاتنا وبس، ما نكترش تمام. كل واحد ده تشتري على قد احتياجاتها بس يا جماعه. يلا اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.